مامتك تعرف ان انت عبيط؟ استنى قبل ما تقفل. مره ولد رجع لمامته بيقول لها السؤال ده، بيقول لها انا بيعيط، بيقول لها في المدرسه سالوا لي السؤال ده ما عرفتش اجاوب، اصل لو قلت فانا عبيط وماما عارفه، ولو قلت لا فانا عبيط بس ماما مش عارفه. ايه رايكم في السؤال اللي احنا شفناه؟ هل عندنا حل ليه؟ بالمناسبه في اسئله كتير بنفس القصه دي. هل بطلت تضرب اخوك؟ امتى بطلت تشرب سجاير؟ هل انت مع حقوق الانسان ومع ان المثليين يمارسوا المثليه بكل حريه او البيدوفيليا؟ هل انت مع الانسان يكون حر ويكون عنده الحق انه يطلع تصريح بحمل السلاح؟ الاسئله دي كلها بتجتمع على انها الاجابه او لا. في الحالتين الاجابه بتاعتك بتكون غلط. المغالطه دي اسمها السؤال المركب او الملغم. انا بعمل ايه فيها؟ انا بحط فرضيه في السؤال نفسه على انها حقيقه، وبحط لك سؤال تاني وراه، فاجابتك التانيه مهما كانت انت بتؤكد على الفرضيه اللي انا حطيتها على انها حقيقه. ايه الحل؟ اعمل ايه مع السؤال ده؟ الحل اني افككه. فلما يقول لي هل بطلت تضرب اخوك؟ فاقول له اولا انا ما بضربش اخويا، وبالتالي انا لا بطلت ولا ما بطلتش. هل انت مع حقوق الانسان واني ينفع امارس المثليه والبيدوفيليا؟ انا محتاج اقول ايه؟ اقول هل ممارسه المثليه، هل ممارسه البيدوفيليا هي حقيقي حريه، وهل هي فعلا مع حقوق الانسان ولا هي بالعكس؟ عشان كده محتاج وانا بجاوب السؤال افكك السؤال لسؤالين او 3، لكن ما اقفش على السؤال ده بس واجاوبه اجابه واحده. الصيغه اللي تستخدم للمغالطه دي هي لماذا 2 زائد 2 يساوي 5 هي الاجابه الصحيحه. واخدين بالكم؟ تبان المواضيع ساذجه، لكن لما بنتحط في السؤال ده حقيقه او حاجه شبهها في حاجه علميه مثلا او حاجه دينيه، مرات ما بناخدش بالنا ان احنا محتاجين نفكك السؤال لاسئله جانبيه ونجاوب عليها كل سؤال لوحده.